مساء الخير والهنا. في الفترة الأخيرة قررت إن أي حاجة تضايقني أو أي شخص أو أي متابع يتجاوز بلوك على طول. بس أنا حبيت أعمل الفيديو ده عشان أرد على تعليق. أنا صاحب طبعا التعليق عملت له بلوك، وكان من المتابعين يعني العزاز عليا، لأنه بقاله فترة من متابعين الصفحة يعني. لكن الموضوع لما بيبقى فيه تجريح وتطاول، لا ستوب بقى وبلوك ومكانك مش عندي. كل الحكاية ان انا صورت فيديو النهاردة قلت لكم انا جربت اللباد وما انصحش بيه، خاصة لو الطاجن مش مهيأ لللباد، لانه تسبب في موت عش وفرد. فبعدين بيقول لي انت ده روح بتجربي فيها يعني. اولا انا لو اعرف ان اللباد هيموت الزغاليل يعني طبيعي يعني مش هعمل كده. وحتى رديت عليه قلت له طب شوف الفيديو اللي خلاني اغير. لو انت مهتم شوف الفيديو ليه انا جربت او حبيت اجرب اللباد. قال لي لا انا مش مهتم اشوف فيديوهات. طب حابه اقول لكم للي ما شافش الفيديوهات، انا حبيت اجرب اللباد لسببين. اولا لما جربت القش ايا كان نوعه، كان الحمام بيفضل في البلكونه يعني بيفضل ان هو يوقع منه، فبلاقي معظمه وقع في الارض. وحتى التحديق علشان النوع اللي انا بجيبه ده بيحبه جدا اهو، فبيفضل ياكل فيه فبرضه بيوقعه في الارض. ففجأة الاقي الطاجن بقى فاضي فيتسبب في كسر البيض. فقلت لا انا حابة ان انا اشوف ممكن يكون الافضل لمحافظة على البيض ان انا اجرب اللباد. واول ما جربت وفي البيض قلت لكم ده ممتاز، ما حصلش كسر والحمام مرتاح فيه، وبالعكس ده هو عشان الياف صناعيه بيدفي الحمام، ففي السقعه مناسب خاصه للمكان مكشوف كده زي حالتي. لكن اتسبب في ان هو موت الزغاليل. ليه بقى؟ لانه عمل رطوبه، مفيش فتحات في الطاجن، فاتثبت في موت. فطبعا البلل ده بيعمل بكتيريا وممكن يؤدي لكساح ورطوبة وبرد أو تنفسي للزغاليل. فقمت ونصحتكم تجربتي مش لازم تبقى ناجحة في كل مرة، مش لازم أطلع في الفيديوهات أوري لكم الدنيا ربيع والجو بديع أقفل على كل المواضيع يعني. لا، لازم أنقل لكم تجربتي بحلوها بمرها. ولولا التجارب لولا ما بنتعلم. طبيعي محدش بيحب فينا الخسارة، محدش بيحب ان يفقد عش بعد ما قعد 18 يوم والزغاليل توصل لاسبوعين تروح ميتة. دي حاجة محدش بيحبها. تاني سبب ليه جربت اللباد، انا قلت لكم السبب الاولاني تطاير القش او التحديق بالنسبة للبلكونة. تاني سبب اني لولا التجربة هي اللي بتعرفنا ايه الاحسن وايه الاسوأ. ما ينفعش ان انا اقدم لك محتوى بناء عن تجارب الاخرين. طبعا بنستفيد من تجارب الاخرين، لكن لما بتجرب بنفسك بيبقى عندك قناعة ان الحاجة دي حلوة او وحشة. في حد بقى ممكن يكون بتثق فيه خلاص بتصدق كلامه، وفي حد ما جربش الحاجة دي وحابب يجربها. ممكن ما شفتش حد قبل كده اتكلم على عيوب اللباد فانا ما خدتش بالي منها. فان انت تغلط. واصل انا اعرف حمام قبل ما انت تربي حمام، والاسلوب يحتد بالطريقه دي. وليه؟ انت حر، انت واحد ارتضيت باللي عندك ومش عايز تجرب، تمام. انا بنقلت لك تجربتي اللي ما كنتش اقصد فيها اذى الزغاليل، بس حصل عندي كذا. وطبيعي بنجتهد وننظف ونعمل اللي علينا ويحصل ضربات، فانا هشيل ذنب الحاجه دي، ربنا هيحاسبني عليها، هيشوفني، لاني كل واحد ليه حساب مختلف عند ربنا. ممكن انا اكون في نيتي لا انا عايزه اذي الزغاليل دي، مش زي واحد بحسن النيه بيشوف الافضل ليه ايه. فمن فضلكم انتقدني براحتك، لكن في سياق الاحترام. غير كده اعذرني بلوك على طول.